ويبقى السؤال، أنت بتعبد شخص واحد ولا 3 أشخاص؟ طبعا أنت لو أول ما جاوبت قلت أنا بعبد 3 أشخاص، اللي قدامك هيتعب ويستفز، خصوصا لو كان أصلا لا يؤمن بعقيدة الثالوث. فبداية الإجابة يفضل أنك تقول أنا بعبد إله واحد، له جوهر واحد وطبيعة واحدة ولاهوت واحد غير منقسم. تتحاشى الإجابة لغاية ما تخلي اللي قدامك نفسه هو اللي يبتدي يرتبك. ما هو فن الحوار. بعد ما تقول له أنا بعبد إله واحد، تقول له لكن أنا عايز أسألك حاجة قبل ما أكمل إجابتي. يقول لك لا ما تسألش، أنت تجاوب وتخلص الأول. قول له لا، أنا من حقي زي ما انت بتسأل ان انا كمان اسأل. فانا عشان اوضح لك وجهة نظري في جزئيات تحتاج الى مناقشة قبل ما اكمل الاجابة. عايز اسألك، هل الاله الذي انت تعبده، هذا الاله قبل ما يخلق الملائكة والبشر كان بيشوف حاجة ولا ما بيشوفش؟ كان بيسمع حاجة ولا ما بيسمعش؟ كان بيفكر في حاجة ولا ما بيفكرش؟ كان بيمارس المحبة ولا ما بيمارسش؟ عنده مشاعر ما عندوش؟ ايه رأيك يعني؟ تتحاشى الإجابة لغاية ما تخلي اللي قدامك نفسه هو اللي يبتدي يرتبك.